حلقة جديدة من حلقات سر مطبخك. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا سر مطبخك. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الأكلة المحببة إلى قلبي. الأكلة دي مش بتنزل في المعدة كده، بتنزل في القلب. تمام. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكشري المصري. الكشري المصري ده اللي أنا لو كلته كل يوم عمري ما هزهق منه، ولو كلته كل شوية برضو عمري ما هزهق منه. تمام. فالنهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الكشري المصري. تمام. ولا بقى تقولي لي ماكس ولا بلس، عشان احنا هنا في السويس. تمام. عندنا ماكس وبلس هما اشهر ناس في الكشري يعني. تمام. طريق يعني هوصل لك طريقة المحلات بالظبط. تمام. وهيبقى احسن كمان. طريقة سهلة وبسيطة مفيهاش اي حاجة. تمام. ولا غلبة ولا الهوا. تعالوا نشوف مع بعض طريقة الكشري المصري بتتعمل ازاي بمنتهى السهولة. اول حاجة انا حاطة هنا حلة مية على النار اهي. تمام. دي بتاعت المكرونة. هو انا في العادي يعني انا ما بعملش الكمية الكبيرة دي. تمام. بس انا هعملها عشان خاطر عندي ناس وكده، فايه هعمل الكمية الكبيرة دي. تمام. هاجي بقى هنا كده اهو بس هحط هنا الحمص ده يا جماعه انا نقعاه. تمام. في ميه سخنه. تمام. الحمص منقوع في ميه سخنه. خلاص. احط بقى كده ميه عاديه خالص. خلاص انا صفيت الحمص. تمام. وهشغل النار. تمام. احطه هنا كده اهي عشان يستوي معانا. خلاص. وهنا العدس بجبه اهو هحطه هنا برضو منقوع في ميه سخنه برضو ومتصفي. تمام. الحاجه دي منقوعه بقالها بتاع حوالي ساعتين. تمام. العدس بجبه يا جماعه لازم يتنقى الاول كويس جدا عشان بيبقى فيه زلط صغنن كده ورمله وحاجات. تمام. فلازم يعني لازم يتنقى الاول. تمام. وبعد كده تروحي نقعاه اهو. وتروحي برضو حطاله ميه. طبعا هنا عشان سبته منقوع لمده ساعتين. تمام. اديله كمان شطفه كده عشان برضو اتاكد ان هو خلاص كده بقى ايه بقى. تمام. تمام اهو. العدس الجبه بالذات. تمام. هو والبليله اللي احنا بنعملها باللبن دي اسمه حمص. تمام. بيبقى مليان زلط صغنن ومليان رمله مش عارفه ليه. تمام اهو. خلاص احنا كده غسلناه. هنحط اهو على النار. هنحط بقى الميه. خلاص. وما تكتريش ميه فيه كتير لان انا نقعاه عشان بس ما يبقاش معجن معاكي. تمام اهو. بصوا اهو. خلاص. هشغل بقى عليه النار. تمام. ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. رجعنا تاني. تمام. انا حطيت هنا الشعريه اهي بحمرها عشان اعمل بقى الرز. تمام اهي. نحط جنبي يا جماعه هنا مناديل مبلله علشان خاطر ببقى محتاجاها. خلاص. وادي العدس بجبه اهو. تمام. وريكم الحمص. وادي الحمص كمان اهو. تمام. استناه بس يغلي. تمام اهو. هنا بقى على بال الشعريه بس ما تاخد زيت دي مع نفسها. تمام. الميه غليت اهي. تمام. بس كده نحودها بس كده عشان تبقى العمليه باينه اهي. تمام. طيب هنحط بقى ايه انواع المكرونه. اول حاجه انا لا هحط لها زيت ولا هحط لها اي حاجه. تمام. انا ما بحطش ملح في المكرونه يا جماعه لان هي كده كده اصلا يعني الصلصه بتاعتها بتبقى متملحه. فعشان بس ما يبقاش الموضوع مملح زياده عن اللزوم. تمام. لان انتوا عارفين طبعا ان الملح كتير غلط غلط جامد. تمام. انتوا عارفين طبعا الملح من ضمن السموم اللي في الجسم. احط كده المكرونه اهي. دي كلها دي بواقي المكرونه اللي كانت عندي الاسباجيتي اهي. تمام. حطها هنا كده. حطيت ايه المكرونه. في عندي هنا كمان ايه كيس مكرونه اسباجيتي تاني. هو كله اسباجيتي لا
هقطع بس كده اهم حاجه على 3 عشان لما يتاكل بالمعلقه تعرفي تاكليه اهو. تمام، حطيت اهي المكرونه اهي كده، لسه في واحده اهو. هنحط بقى كمان ايه، كيس مكرونه اللي هي العقل او الخواتم، شوفي بنتي بتسميها ايه، اوريها لك دلوقتي اهي، اللي هي دي المكرونه العقل، احنا بنسميها عقل اهي. اوكي، بس كفايه كده بقى مكرونه حلوه قوي كده. هقلب بقى كده كويس كل المكرونه دي كده مع بعضها اهي. هقلبها. طبعا تقدري تحطي المكرونه اللي هي المرمريه الصغننه او اللي يعني اي نوع مكرونه عندك، انا لقيت اللي موجود عندي حطيته. تمام، سيبها بس كده بقى تستوي. نيجي هنا للشعريه اهي، نرجع تاني كده للشعريه اهو، شايفين اهي. خلاص كده الشعريه خدت اللون بتاعنا الحلو اهي. تمام، طيب دلوقتي بقى هنشتغل بطريقه المحلات بالظبط. تمام، طبعا طريقه ست البيت ان هي تحط الشعريه وبتحط العدس بجب على الشعريه وتروح نازله بالرز، دي طريقه ست البيت المصريه. تمام، انما طريقه المحلات غير كده. المحلات بيحطوا عدس اصفر مع الشعريه اهو. تمام، انا حاطه نص كوبايه اوكي، واخديها تقريبا مع الشعريه كده. خلينا انا احط فيها ميه اهي. يبقى انا حطيت الشعريه تمام، وحطيت معاها نص كوبايه من العدس الاصفر. خلاص اديتهم تشويحه. هنزل بقى كده عليهم بكوبايه ونص رز مصري مغسول اهي، وهقلب كويس. وبرده خلي كل ده عيني على المكرونه اهو. بصوا بقى الجمال اهي. دي يا جماعه طريقه المحلات تمام بتاعه الكشري اهو. جربي باذن الله الطريقه دي تمام، وباذن الله كل اللي هياكلوه هيقولك انت جايبه الكشري ده من انهي محل. هنحط بقى الميه دلوقتي، ميه عاديه من الحنفيه اهي. تمام، اهي سهل وبسيط جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان اسهل حاجه في الدنيا انك تعملي كشري، خصوصا لو انت يعني بتحبي الاكله دي. لو انت بتحبي الاكله هتبدعي فيها. تمام، عايزه شويه ميه كمان، اديها كده شويه ميه صغيرين بس كده حلو قوي. هحط لها بقى الملح بتاعها بس كده. طبعا اخلي بقى الملح جنبي والفلفل جنبي. انا اساسي النهارده معايا ملح وفلفل وكمون والشطه، ده الاساسي معايا النهارده. هقلب الملح، اقلب الرز واسيبه يتشرب، وبعد ما يتشرب هوطي عليه واسيبه يستوي عادي جدا. رز عادي جدا مفيهوش اي حاجه. يبقى احنا كده خلصنا ايه الرز تمام، والعدس على النار اهو. بصوا العدس اهو خلاص قرب خلاص يستوي تمام. نقول بس كده يعني تكه بسيطه وايه وهصفيه. وادي الحمص اهو تمام قرب. ندي كده تقليبه للمكرونه
زي ما متفقين بعمل اي نوع مكرونه، عشان بس اللي على وش الحمص ده، عشان انا عايزه الميه بتاعته طبعا مش هرميها. انا سايبه العدس لان انا كده كده هشطف العدس تحت الميه، هصفيه وهشطفه كويس كده تمام. هنا اهو يا جماعه اهو اي مكرونه زي ما اتفقنا اهي، بصوا بننزلها الدنتي حتى لو بنعمل الكشري اهي. بصوا مفيش ولا واحده ملزقه في التانيه، بصوا اهي كلها نازله اهي كهرمان، الله اكبر. تمام اهي كده. انا كده اللي ناقصني ايه بقى؟ انا كده ناقصني بس كده شويه. انا كده ناقصني الصلصه تمام بتاعت الكشري، وناقصني الدقه والتقليه بتاعت البصله والشطه، يعني حاجات بسيطه. بصوا ده البصل اللي انا عملته وقطعته، بصوا عامل ازاي رفيع جدا. تقطعيه حاولي بقدر المستطاع انك يعني تقطعيه بصي رفيع قوي. تمام. الرز اول ما يتشرب على النار هنرجع تاني عشان نعمل مع بعض الصلصه بتاعت الكشري. بصوا يا جماعه انا كده صفيت خلاص المكرونه اهي تمام. هديها بقى كده الايه شطفه تحت الميه الساقعه طبعا. والناحيه التانيه العين التانيه صفيت فيها العدس اهو تمام اهو بالمنظر ده كده اهو تمام. بديها كده شطفه محترمه، انزل منها كل النشا اللي فيها اهي. بصوا الجمال، بصوا مفيش الحمد لله. بصوا انا هعملها لكم بايدي عشان خاطر بس ايه اوريكم ان مفيش واحده لازقه. بصوا 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 الجمال، مش محتاجه اي حاجه بس هي كده تحفه قوي تمام التمام. خلاص هقفل وهجيب الحله اللي هي كانت فيها اصلا اهي. شيل المكرونه وهرجعها تاني في قلب الحله تمام عشان تحافظ على سخونيتها اهي. بصوا الدخان بس كده اهي خلاص. ادي معايا المكرونه اهي بمنتهى السهوله، عملت المكرونه وخلصت تمام التمام. خلاص هجيب لها بقى الغطا بتاعها، مش هحط لها اي نوع من انواع الزيوت يا جماعه. طب انا دلوقتي هقول لكم معلومه تمام، بس اطلع الغطا الاول. طيب عايزه دلوقتي هقول لكم بقى معلومه مهمه جدا. بصوا هقول لكم مرضى قرحه المعده، مرضى قرحه المعده، انا بخاطب يا جماعه اللي عنده مشاكل في المعده تمام، التهابات قرحه اي حاجه تمام. حاولوا تخفوا من الثوم ومن البصل تمام، والبهارات الزياده، يعني البهارات لما تزوديها زياده عن اللزوم تمام. هحط بس العدس في الحله وارجع لكم تاني. طيب رجعنا تاني هنكمل بقى كلامنا اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي واللي احنا هنطبقه دلوقتي. انا دلوقتي هعمل صلصتين، صلصه بتوم والصلصه التانيه من غير توم. طيب انا يا جماعه مريضه قرحه تمام، والقرحه بتتعبني لما باكل حاجات تقيله، يعني لما باكل توم كده تمام ويكون كتير، يعني لما يكون في طماطم او يكون في كمان في دقه تمام، التوم بيتعبني تمام. فانا هتفادى الموضوع ده ازاي؟ ان انا هعمل صلصتين تمام، صلصه ليا بالبصل
تمام. بالنسبه لي انا البصل اخف شويه من الثوم. خلاص اهو هنحط البصله تتشوح اهي. انا حاطه البصله تتشوح هنا اهي. تمام. هحاول اخلي الكادر جاي ايه على الحاجه كلها. ادي اهو دي الحله اهي خلاص سخنت معايا. هنزل عليها هنا بنص الكميه بتاعت عصير الطماطم، طبعا مش كلها عشان لسه هاخد لنفسي. تمام. وطبعا هكمل الباقي ايه صلصه اهي. خلاص اهي. هنحط بقى دلوقتي الصلصه. انا مش هحط الثوم دلوقتي، هوريكم دلوقتي انا هحطه ازاي. يعني انا الثوم في اللي هي الصلصه اللي هعملها عادي بالثوم. تمام. مش هحط لها الثوم بتاعها دلوقتي خالص. احط لها الصلصه بتاعتها. تمام. البصل عندي بتتحمر اللي هي بتاعتي اهي. يا جماعه تاني، مريض القرحه، مريض التهابات المعده، اي مشاكل عندك في اي مشاكل في المعده، تمام، هنبعد كالاتي برضو عن الصلصه. الصلصه مضره، بس انا عشان الطماطم كالحه ما بعرفش ايه، ما بعرفش اكلها كده. تمام. نظبط دلوقتي الصلصه بس لما ايه، لما اخلص الصلصه بتاعتي الاول. خلاص هنبعد عن الثوم. البصل هنحاول نخف منه على قد ما نقدر. تمام. البهارات نخف منها مش كتير، ما نحطش كتير قوي. خلاص. طبعا الشطه، الحاجات دي كلها ممنوع، من ضمن الممنوعات. تمام. الكلام ده انا مش جايباه طبعا، انا مش بفتي الكلام ده طبعا. الدكتور الجهاز الهضمي والكلى هو طبعا اللي قايل لي الكلام ده. كده معلقتين صلصه كده. انا طبعا الصلصه بتتعبني بس انا يعني مش الناس اللي ما بعرفش اكل الطماطم بتاعها خالص. خلاص هحط هنا ايه عصير الطماطم اهو، واحط هنا كمان شويه اهو كده. تمام. هنظبط بقى صلصتنا اهي، ندوب كده. هاخد كمان معلقه عشان الطماطم هنا مالحه برضه، وهاخد هنا برضه كمان معلقه اهي. تمام. وهاخد هنا على الحمص بصوا اقل من يعني من نص معلقه اهي اهي بس كده. هكفي ده بس لون خفيف بس كده. خلي بس ننزل دلوقتي خلص. اوكي كده احنا ايه خلاص خلصنا. نحط بقى بهاراتنا. تمام. عشان احنا ما حطيناش البهارات خالص. هنحط هنا ملح. البهارات واحده بقى، ملح اهو وملح هنا. حاولوا يا جماعه اللي في عنده مشاكل في المعده يحاول يخف من الحاجات اللي انا قلت له عليها. تمام. اهي. وادي الفلفل الاسود هنا، وادي فلفل اسود هنا. تمام. كله واضح كله واضح اهو. خلاص خلاص. ثانيه واحده عشان انا نسيت احط في الحمص هنا ملح. هحط له شويه ملح. ليه كده؟ النور قطع ورجع تاني، مش عارفه في ايه. بس اقلل الاضاءه شويه.
بس كده تمام. حطينا ملح وفلفل تمام. ناقصنا ايه؟ ناقصنا كمون. كشري بقى يعني كمون اهو. اهو شويه كمون، وهنا برضو شويه كمون، واحط هنا كمان شويه كمون. يس محدش واخد منها حاجه. خليها تمام. الصلصه دي طبعا انا مش هاكلها، اللي هي اللي هيبقى فيها توم، فهحط فيها شطه. مش هقدر طبعا اكل انا اللي فيها توم دي، فهحط كده ايه معلقه حلوه كده من الشطه، متوصيه قوي بالناس اللي عندنا. وهحط هنا في الحمص سنه، بصوا يعني قد ايه، بس كده. وهخلي برضو الشطه جنبي عشان لسه ايه هعمل الشطه. هقلب كده كويس خلاص، واجيب معلقه تانية اقلب بيها تمام. ايه الحله التانية اقلب بس هنا الحمص بالمره خلاص. هنجيب هنا كده دلوقتي على جنب. اجيب معلقه تانية اقلب بيها الصلصه بتاعتي. انا يعني لازم اشوف الحاجه اللي بتتعبني واحاول ان انا اخف منها تمام. وانا عارفه ان الحاجه دي بتتعبني تمام. انا الصراحه يعني وجع المعده وخصوصا القرحه لما بتشد ما بستحملش الوجع خالص. فيعني احاول بقدر المستطاع ان انا اكون ملتزمه بكلام الدكتور تمام. حتى طبعا يعني هتقولي يعني حتى الاكل، والله العظيم يعني لازم تكوني ملتزمه بقدر المستطاع تمام، عشان في النهايه كله بيصب لمصلحتك. تمام. هشوف بس غطا وارجع لكم. طب كده يا جماعه رجعنا تمام. الحاجه على النار تمام تتظبط. ده البصل تقليه بتاعت الكشري تمام. هتقطعيها شرايح رفيعه كده زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا رفيعه خالص ورقيقه تمام. ومش هتحطش عليها ملح. الملح بيخلي البصل ينزل الميه اللي فيه وقلب العصاره اللي فيه تمام. لما بيجي بعد كده ينزل في الزيت شوف كده لحظه بس بيتحرق منك تمام. وفي نفس الوقت تيجي تاكلي البصلايه هتلاقيها ناشفه محروقه وناشفه. تحطي ايه بقى؟ هتحطي معلقه واحده كده من الدقيق تمام. هتديله كريسبي خلاص. وفي نفس الوقت هتخليه محتفظ لسه بقلب الميه اللي فيه تمام. انا بصي اهو، انا عايزه البصل محتفظ بالميه اللي جواه مش ينزل ميته. ماما ايه يا ماما؟ ابا تعالوا علي تعالي ماما ماما كده ايه في البصل تمام. تدي كده ان انت ايه حمري. خلي عينك دايما على البصل، مش تروحي وتسيبيه تمام. لا خلي دايما عينك على البصل خلاص اهو تمام. ماما نعم. تيجي اجيب بس طبق كده ثواني بس. عايزه اجيب طبق. ايه يا ماما؟ لولو لولو ماما. خليهم باي باي باي. نجيب طبق بس كده ثواني. هجيب طبق وارجع لكم تاني تمام. انا حضرت طبق تمام جنب مني اهو. حطيت فيه مناديل مطبخ تمام. ادي البصل اهو. ايدي دايما لازم تكون فيه، ما سيبش البصل تمام واروح اعمل اي حاجه تانية. لازم تكون ايدي في قلب البصل. نعم ماشي. ناخد بالنا يا جماعه برضو ان زيت البصل لو حطيناه على الطماطم او على المكرونه على كده بيتعب برضو تمام. انت اصلا هتجربي طريقه الكشري بالطريقه دي باذن الله، ويعني صدقيني هيقولوا لك انت جايبه الكشري ده من انهي محل. ماما جدي جدي شوف بقى الطماطم زمانتها تسبكي. كشري
ماما ابو باتيش. تمام. شوف الطماطم اخبارها ايه. بصوا الطماطم عامله ازاي، تحفه. تمام. الطماطم دي يا جماعه ساده لسه من غير بصل ولا توم ولا اي حاجه. تمام، من غير اي حاجه. ابعدي يا ماما راسك عن البوتاجاز. تعالي الناحيه التانيه. تعالي كده. تعالي الناحيه التانيه كده. خلاص. وهي دي الطماطم التانيه اللي هي بتاعتي. تمام. هوريها لكم برضو. ماما نعم. دحني. بصوا دحني. خلاص كل ده حاجات بسيطه وايه، وهقفل عليها. هجر. روحي العبي يلا. روحي العبي. ماما. تمام اهو. بصوا بقى البصل هياخد لون ذهبي ازاي، وفي نفس الوقت تمام محتفظ بالعصاره بتاعته. تمام. لازم البصل يا جماعه يكون محتفظ بالميه بتاعته عشان ما ينشفش منك ويبقى محروق. تمام. احنا عايزين ناكل حاجه زي اللي بنجيبها من المحل. تمام. بيديكي علبه قد كده يا دوبك فيها مغرفتين، بيبقى ب 15 جنيه ولا ب 20 جنيه. طب وليه يعني؟ عايزه اقول لكم ان الوجبه يعني بصوا الكميه اللي احنا عملناها بسم الله ما شاء الله دي. تمام. بالظبط ما كلفتنيش 50 جنيه بالظبط يعني، هو اقل يعني. لا اقل ما جابتش، هي في حدود 25 30 جنيه. شوفي الكميه دي هتطلع لك كام. بس طلع بسرعه البصل قبل ما يتحرق اهو. تمام. الشكل بتاعتي مش هتنفع، هنجيب التانية. لا مش هتنفعنا دي مش هتنفعنا اهي. تمام. طب ليه كده تبعدي اهو، تديها ميه بس. صفي كده كل البصل. تمام. ماشي هاجر ثواني. اهو. تمام. هنحط بقى الدفعه الثانيه من البصل. هنزل بقى كده بالدفعه الثانيه كمان اهي. بس كده اي بصلايه كده كانت كده ولا كده نروح ايه شايلينها عشان ما تبوظليش التاني اهي. هاجر مصيره تقف معايا وانا بشتغل في الزيت. انا ما بحبهاش تقف معايا في المطبخ طول ما انا بعمل حاجه بالزيت زي كده. تمام. لان يا جماعه يعني بلاش نعرض اطفالنا لموقف زي ده. هقفل بقى كده خلاص على الطماطم واقفل كمان بالعرض. الزيت لا قدر الله يعني زي ما شفتوا كده ممكن يطرطش في اي لحظه. طب ليه يعني؟ لما تعيط شويه هتسكت احسن ما تتلسع من زيت او طرطشه زيت تيجي عليها لا قدر الله. تمام. تكون احسن. تمام اهو. هخلص بقى ان شاء الله تحمير البصله دي. تمام. ونرجع تاني واحنا بنعمل بقى عشان خاطر نشوف هنعمل ايه في صلصه الطماطم دي وهنعمل الدقه ازاي. رجعنا تاني هنا. تمام. هنعمل طشه زي اللي بنعملها للملوخيه بالظبط. الثوم ده انا هاخد منه للدقه وللطماطم. تمام اهو. محدش يتريق يا جماعه على طاستي الصغنونه اهي.
ده حوالي نص يعني، ده حوالي 12 15 فص من الثوم بس عشان يكفي الدقه والطماطم. تمام كده بس تدي مع نفسها شويه. خلاص انا كده خلصت كل حاجه كده عندي جاهزه اهي، سهله جدا اهي وبسيطه مفيهاش اي حاجه، بس تدي مع نفسها شويه. تاخد انا هنا ايه طبق. تمام اخد فيه شويه طماطم عشان انا هاخد من الطماطم دي لان الطماطم دي ما فيهاش صلصه وما فيهاش حاجه. تمام عشان اعمل الشطه اهي، اخد منها كده ايه بس يعني نص معلقه كفايه. خلاص اهو. تمام يا جماعه مش هاخد الثوم كله بس يشكشك بس كده. تمام بس خد كده اللون. تمام هنزل بجزء اهو واقلب كويس. تمام واروح ايه سايبها. طيب نيجي بقى للجزء ده اللي الثوم اهو اتحمر فيه اهو. تمام اقول لكم ثواني هعمل فيه ايه دلوقتي حالا، ثواني بس. هنا تعالوا كده معايا شويه. هنا بقيه هنا البلندر طبعا مكان ما ضربت الثوم. تمام هحط هنا خل عشان بس ايه اخد بقيه الثوم اللي عمل. تمام في هنا ليمونه راحت فين بقى؟ ثواني اجيب الليمونه. نجيب كده الليمونه. تمام اساسي برضو معايا في الدقه اهو. اهو احط كده كله هنا كده اهو، ليمونه مع خل اهي. اوكي واحط هنا طاسه تاني هنا كده على النار. اسفتي بقى. وهنزل هنا بالخلطه اللي انا ايه اللي انا عملتها اللي هي الخل والليمون. تمام تمام ناخد بقى تاني اهو. تمام ننزل كده كل حاجه مع بعضها اهي. هنزل بقى دلوقتي بالايه بالتوابل بتاعت الدقه اللي هي عباره عن هنحط شويه كمون بسيط كتير عشان ما يغيرش بس طعم الدقه اهو. شويه من الكمون بسيط قوي. واحط ملح وفلفل. ادي الفلفل الاسود اهو. هي الدقه بيتحط لها فلفل اسود اهو عشان طعمها حلو. ادي فلفل اسود اهو. احط ملح. تمام واحط سنه شطه بسيطه عشان طبعا انا كده كده هعمل شطه عشان الناس ما تبقاش كل حاجه مشطشطه.
اهي. لا اقلب. لا خلاص كده هي تمام، عشان بس الايه ماما عشان بس الخل ما يتبخرش. تمام، حطه بقى هنا كده. تمام، هوريك دلوقتي ثواني. هرجع حلة الرز مكانها دلوقتي عشان انا بشتغل. طيب هنا بقى عشان بقى كده خلاص انا كده طولت عليكم قوي. تمام، الفيديو طول، بس هو معلش الكشري المصري كده يعني. تمام، هنعمل دلوقتي الشطه. خلاص، ادي مغرفه، نص مغرفه الطماطم اللي احنا حطيناها، وادي الشطه. تمام، ادي 1 2 3 4 كمان واحده عشان الحبيب. روحي بقى حضرتك، ايه الشطه ضربت في البتاع على طول. نقلبها كده اهي. بصي الجمال اهي. وتروحي حاطه لها شويه زيت صغيرين اهي. تمام اهو، بس كده. هي دي شطه اراهنك بقى، لو قلت شطه قبل منها كده، دي بقى يعني ايه اجرأ من الشطه الكوري. ادي كده الشطه اهي، شطه مركزه، وادي الدقه. تمام، هغرف بقى ان شاء الله كده وارجع لكم تاني. خلصنا خلاص، عملنا الكشري المصري بتاعنا بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. تمام، بصوا منظره، بصوا الحلاوه. البصله دي يا جماعه مش عارفه لونها غامق في الكاميرا ليه، بس هي فاتحه والله مش غامقه. تمام، بصوا طبق الكشري التحفه ده. تمام، وحطينا كمان الصلصه دي اللي من غير توم، ودي اللي حطيتها دي اللي هي اللي بالثوم. تمام، وادي الشطه، وادي الدقه. يا رب تكون الحلقه النهارده بتاعتنا عجبتكم. تمام، اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوا الكشري بالطريقه بتاعتنا دي، وباذن الله باذن الله باذن الله هتعجبكم. تمام، حاجه كده انا خلاص مش قادره امسك نفسي الصراحه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك والكومنت. اشوفكم على خير، باي.